مباراة تجمع بين بطل أفريقيا السنة الماضية وبطل بطل أبطال أفريقيا النادي الأهلي. هل النسر المجروح هيقدر إنه بإذن الله تعالى ينهي مباراة غدا بالفوز؟ وزي ما انتم عارفين إن النادي الأهلي في الوقت الحالي مش أفضل حال، وحاله مش أفضل حال، بس كل التمنيات إن بكرة بإذن الله الأهلي يمتعنا ونفوز وناخد التلاتة بونت. مباراة أيضا هي تدل على إطاحة مدرب من كلا المدربين، هل ريبيرو ولا يوريشيتش. المدربين حتى الآن في الموسم بيقدموا أسوأ النتائج. بيراميدز لعب 4 لقاءات، فاز في لقاء، خسر في لقاء، تعادل في لقاءين. بينما الأهلي لعب 3 مباريات، فاز في لقاء وتعادل في مباراتين. إذا الأهلي خسر 4 بونت بينما بيراميدز خسر 7 بونت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة النهاردة. حلقة بتاعتنا النهاردة ما قبل الملحمة، ملحمة النادي الأهلي المصري ونادي بيراميدز. يا ترى يا هل ترى الكورة هتبقى مع مين؟ الحظ هيبقى مع مين؟ المتعة من أنهي جانب؟ النادي الأهلي ولا بيراميدز؟ كل ده بإذن الله تعالى هنشوفوه في مباراة الغد. هو الفيديو بيتصور يوم الجمعة بس هينزل لكم يوم السبت. هنشوفوا كل ده بكرة بإذن الله تعالى، المتعة الكاملة بعنوان اون تايم سبورت الساعة 9 مساء بإذن الله تعالى. مباراة يترقبها الجميع، كل مشجع لكرة القدم باختلاف انتمائه لأيا كان النادي، فهي بكرة مباراة مصيرية بشكل كبير جدا، هي اللي هتحدد مستقبل ريبيرو وفي نفس الوقت هتحدد مستقبل يوريشيتش. فبإذن الله تعالى أتمنى التفوق للأهلي غدا بإذن الله تعالى والفوز بالثلاثة بونت بإذن الله تعالى. فيلا بينا كده يا صديقي العزيز، بدون مقدمات كتير وبدون كلام كتير نبدأ نفنط الحلقة بتاعتنا خطوة خطوة. تعالى كده أقول لك الأول تاريخ اللقاءات ما بين الناديين. النادي الأهلي المصري أمام نادي بيراميدز لعبوا 23 مباراة، فاز فيهم النادي الأهلي ب 11 مباراة، وفاز بيهم نادي بيراميدز ب6 مباراه، وتعادلوا في 6 مباراه. يعني إذا النادي الأهلي متفوق. النادي الأهلي سجل في ال 23 مباراة 30 هدف بينما بيراميدز 20 هدف. إذا التفوق بفارق عن بيراميدز لصالح الأهلي. بس هل الأوراق هيبقى ليها علاقة في ماتش غدا؟ هل الماضي ليه علاقة في ماتش غدا؟ لا يا صديقي. بكرة الفرقتين محتاجين يقدموا أقصى أداء عشان يفضلوا بينافسوا على البطولة. النادي الأهلي محتاج يحارب ويعافر عشان ياخد ال3 بونت عشان يرجع النادي الأهلي لمكانه الطبيعي وهو المركز الأول. وأنا وأنت عارفين إن طبعا معروف مين رقم 1 في الدوري يا صديقي، دي ما فيهاش كلام. يعني النادي الاهلي باذن الله تعالى هيرجع تاني المركز الاول، وانتوا عارفين النادي الاهلي لما بيعود لمركزه الطبيعي المركز الاول مستحيل انه ينزل باذن الله تعالى. تعالوا بقى نتكلموا شوية لأهمية اللقاء. لقاء مهم زي ما قلنا بكل تفاصيله وكل حاجة. اللقاء مفيش كلام إنه مهم، لقاء من أهم اللقاءات، والكل غدا يترقب اللقاء وباذن الله تعالى سيفوز النادي الاهلي باذن الله تعالى. هنتوقع في اخر المباراه، هنقول تشكيل الفريقين في اخر المباراه. فبس كده حابب اقول لك حاجه بسيطه عن نادي بيراميدز. نادي بيراميدز يا صديقي العزيز لعب 4 لقاءات، اتطرد منه 3 لاعبين، واخد بالك، 3 لاعبين، وفي مباراه اتطرد المدرب يوريشيتش. وفي المباريات السابقة لو هتلاحظ معظم اللقاءات اللي بتواجه الأهلي وبيراميدز بيطرد منه لاعب. هل الأهلي بيقدر يفوز آخر مباراة؟ ما قدرش. فإحنا عايزين ريبيرو يا مستر ريبيرو، عايزين نشوفك بكرة، عايزين نشوفه هل أنت فعلا مدرب كويس ولا لأ. ومش بكرة بس يا صديقي، المباراة الفيصلية أبدا. بيقولوا إن ريبيرو محترف
كويس جدا في المباريات المفتوحه اللي هي الكوره خد وهات، مش زي المباريات المقفوله اللي هي معظم انديه الدوري بتقفل، زي غزل المحله اخر مباراه لو شايف، دفاع باستماته بيموت في الدفاع. فهل ريبيرو بكره هيثبت ان هو مدرب جيد ويجي منه ان انت تبني عليه، تبني فريق عليه او لا؟ كل ده هنشوفوه بكره. اهم غيابات الفرق الاهلي وبيراميدز. نبدا ببيراميدز. اولا كده يا صديقي العزيز، بيراميدز بقت اضعف بكتير عن الموسم اللي فات. بيراميدز الصفقتين المميزين اللي جابوهم ممكن ايفرتون وزيكو فقط، يعني دول الصفقتين الكويسين، وعلى ما اظن هم ما جابوش غيرهم. ولسه ايفرتون ما ظهرش الظهور اللي يخليك انت كفريق منافس او فريق ضده ان انت تهابه او تقفل جبهته. هو لسه هو برازيلي ولعيب وكل حاجه، بس لسه محتاج يدوس على نفسه اكتر عشان يثبت نفسه، وده مش موضوعنا. غيابات بقى بيراميدز يا صديقي العزيز. محمود مرعي قلب الدفاع تأكد اليوم غيابه عن اللقاء وخروجه من قائمة المباراة. ده مدافع أساسي، مدافع أساسي، فالمفروض الأهلي يستغل. رمضان صبحي يا صديقي العزيز للإصابة، مصطفى فتحي للإصابة يا صديقي العزيز، والشيبي للطرد. الشيبي وما أدراك ما الشيبي، أفضل باك رايت في أفريقيا محليا طبعا، بدون اي كلام. الاوفر، العرضيات، متعه الشيبي. انا بجد نفسي الشيبي كده اخده اوديه الاهلي، والله العظيم الشيبي بجد قطعه ذهبيه، قطعه الشطرنج اللي ناقصه في النادي الاهلي. فدي كده كانت غيابات بيراميدز. بالنسبه بقى لغيابات النادي الاهلي، امام عاشور طبعا جاهز وكل حاجه بس خرج بره القايمه، يعني الطبيب نصح ريبيرو امام عاشور جاهز ونزله، بس انا نصيحتي ليك خليه بعد المعسكر بتاع مصر. وانا رايي كذلك، امام عاشور ورقه ذهبيه هتفرق يعني لو لعب المباراه طبعا. وامام عاشور ميزته انه لو في مشكله عنده او اصابه او حاجه، لما بيرجع كانه كان بيلعب، لم ينقطع عن المباريات. فدي ميزه امام عاشور، واتمنى ان احنا نشوفوه في الفترات القادمه في وسط ملعب النادي الاهلي. تخيل يا صديقي العزيز، ديانج بن رمضان امام، انا عايزك تتخيل بس، تخيل. فامام عاشور ورقه مهمه جدا، مش هتلعب المباراه غدا طبعا بدواعي الإصابة، بس هو الحمد لله تعالى خف وبقى تمام، بس حفاظا عليه لم يلعب مباراة بيراميدز. ياسين مرعي قلب دفاعك برضه نفس النظام إصابة. ياسر إبراهيم قلب دفاعك إصابة. محمد شكري ليفت باك إصابة. فأنت خط دفاعك كامل مصاب، ما عدا هاني. لسه هاني الحمد لله تعالى الطرد خلص. هاني ده حاجة غريبة بجد والله، لو تلاحظ انت ولا راضي كاهلاوي بوجود هاني في الفريق ولا تستغنى عنه في الفريق. زي ما شفت اللقاء اللي فات امام غزل المحله، تحس برضو ان الجبهه دي فيها نقص، وفي وجود محمد هاني برضو ما تحسهاش توب. بس هاني ورقه حاليا هو افضل باك رايت داخل مصر، مفيش كلام. طبعا ده مصر يعني، مش داخل مصر، داخل مصر الشيبي حاليا. تمام، فانت خط الدفاع كله مش جاهز. تمام، نيجي بقى بعد كده الغيابات التانية اللي معانا. معاك عبد القادر اللي لم ينضم أصلا للتدريبات الجماعية منذ قدومه، حتى الآن منذ قدومه من الإعارة لم ينضم. معاك برضو يا صديقي العزيز محمد عبد الله الناشئ بتاعنا اللي كان مع المنتخب مصر ورجع، غايب عن القائمة، بس ده مش إصابة، ده قرار مدير فني. عندك عمر كمال غايب برضو عن اللقاء بقرار مدير فني. فانت في غيابات هنا مؤثرة وغيابات هنا مؤثرة بدون كلام. بس انا حاسس ان ممكن غيابات بيراميدز شوية هي اللي تكون يعني اصعب، او هي دي اللي ممكن ايه تعمل فارق في نادي بيراميدز. ليه يا صديقي العزيز؟ لان انت غيابات النادي الاهلي الحمد لله تعالى اللي بيلعب زي الدكه، يعني اتصاب واحد او خرجت واحد من الملعب شلته نزلت بديله، هو مش هتحس بالفارق الكبير. والحمد لله تعالى ده الدليل ان احنا بنبني فريق كويس، هو فريق كويس وهتبني عليه بعد كده باذن الله تعالى. وبرضو عندنا مروان عطية للإصابة ما ننساش. نيجي بقى لتشكيلة
نيجي بقى لتشكيلة تلك الفريقين. نبدأ ببيراميدز الأول. حراسة المرمى بدون كلام ونقاش هيكون أحمد الشناوي، أمامه قلبي دفاع أحمد سامي وعلي جبر. علي جبر بديل ياسين مرعي لأنه مصاب زي ما قلنا، والأخبار اللي وصلتني إن هو مصاب ومش هيلعب بكرة إلا لو حدثت مفاجأة. عندنا باك ليفت محمد حمدي، باك رايت وده مفاجأة هيكون أحمد توفيق. أحمد توفيق جابها الأهلي يلعب عليها. أحمد توفيق هيقابله بن شرقي، فبن شرقي بإذن الله تعالى هتبقى جبهة نارية، وافتكر مني الكلمة دي، الجبهة دي الأهلي هيضغط بيها كويس جدا جدا، وهتلاقي من الجبهة دي اختراقات في العمق، وهتلاقي لعب كتير على الجبهة دي، لأن أحمد توفيق بقت ورقة كبيرة شوية، بقى كبير شوية، وطبعا عمره ما هيسد مكان الشيبي ولا دفاعيا ولا هجوميا، وده شيء أكيد إلا لو حدثت مفاجأة. وفي لاعب أيضا أسامة جلال، قلب دفاع وممكن يلعب وينج رايت، باك رايت، فممكن تكون مفاجأة الغد يكون هو أسامة جلال بديلا لأحمد توفيق، وكل ده هنشوفوه برده بكرة. بس أنا حتى الآن التشكيلة المتوقعة مني وهي بنسبة يعني 99%: أحمد الشناوي قلبي دفاع، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي ليفت وينج، باك رايت هيبقى احمد توفيق. نيجي بقى لنص الملعب: بلاتي توريه رقم 6، مهند لاشين، وليد الكارتي، وده وسط ملعب حديدي، وسط ملعب يعتبر يكون من افضل خط وسط في مصر عموما كأندية مصر يعني. نيجي بقى للهجوم: ايفرتون شمال، عندك اليمين عبد الرحمن مجدي، عندك فيستون مايلي قلب هجوم. ودي كانت التشكيلة المتوقعة لنادي بيراميدز. ندخل بقى يا صديقي العزيز على التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي المصري. محمد الشناوي حارس مرمى. ندعو بس الأول لوالد محمد الشناوي بالرحمة، اللهم ارحمه يا رب العالمين وصبره. يبقى زي ما قلنا محمد الشناوي حارس مرمى. قلبي دفاع بيكهام وداري، أحمد رمضان بيكهام وداري. عندك الباك رايت هيكون محمد هاني، الباك ليفت كريم فؤاد. خط وسط النادي الاهلي هيكون ديانج بن رمضان زيزو زي ما تعودنا في اللقاءات السابقه. الهجوم تريزيجيه يمين، بن شرقي شمال. خط راس حربة هيكون جرادي شار. ده تمنياتي ان يكون جرادي شار، مع اني حاسس ان ممكن يبدا بشريف، بس انا اتمنى جراديشار ياخد دفعه مع الماتش اللي فات. حتى انا تمنيت ان الماتش اللي فات ما كانش ينفع يغيره، انت متعادل ومحتاج تجيب هدف، ليه تشيل مهاجم تنزل مهاجم؟ فانا اتمنى اشوف جراديشار هو اللي هيقود هجوم الاهلي في المباراه باذن الله تعالى. ويا تريزيجيه لسه ما تخطاش ازمه البلن، أزمة ركلة الجزاء في كأس العالم أمام إنتر ميامي. يا تريزيجيه أنت لاعب كبير ولاعب إحنا نبني عليه يا تريزيجيه، مش عايزك تبقى أنت في نظرك شخصية البطل اللي راجع هيشيل الأهلي فوق ظهره ويطلع بيه هو الأهلي أهلي بتريزيجيه أو بدون تريزيجيه. بس يا تريزيجيه أنت يتبنى عليك. أتمنى إن بكرة تكون انطلاقة تريزيجيه الفعلية. وكده نكونوا خلصنا التشكيلتين. ندخل بقى يا صديقي العزيز على توقع مباراة النادي الأهلي والبيراميدز. توقع هيكون صعب إن أنت تتوقع مباراة زي دي، بس أنا حاسس والله أعلم، أنا حاسس إن ممكن اللقاء ده يخلص يعني هقول لك يا 4-1 يا 3-1، بس أنا بقول لك 3-1. بس قلت 4-1 كده احتياطي، ممكن الاهلي بكره ينزل ويعني يستغل بقى، لان الاهلي شخصيه البطل. بيراميدز لما تحسه اخد دوري ابطال افريقيا تحسه جاله تشبع من البطولات، غير الاهلي احنا بناخد البطوله عايزين الثانيه عايزين الثالثه عايزين الرابعه عشان الجمهور، وهو ده فرق. واهم ورقه بكره هو جمهور النادي الاهلي. يا جمهور النادي الاهلي تشجيع من نار، مش عايزين كلام. انت فرود، انت فرود الاهلي من الاخر كده. الجمهور الانتماء حاجه، وجمهور الوجبه وال200 جنيه حاجه تانية. الجمهور الحقيقي بكره عنوان اللقاء، الجمهور الاهلي امام الجمهور المزيف.
فبإذن الله تعالى مباراة هيبقى فيها نقاط كتير مهمة بإذن الله، وأتمنى فوز الأهلي لأنها مباراة مهمة وهتفرق في الموسم كويس جدا، على الأقل إنها تكون دفعة معنوية للعيبة إنها تقدر تحقق الفوز بالدوري بإذن الله تعالى. فبكده نكون خلصنا كل حاجة. طبعا أنا بقى مش هقول لك ريبيرو يلعب إزاي أو بتكتيك إيه أو كل ده، لا لا لا. هو ريبيرو زي ما قلت لكم يا اما 4-3-3 التقليديه، يا اما 4-1-4-1. بينما بيراميدز 4-3-3 وقلنا التشكيلتين، لكن التحليل والتيكي تاكا وارضيه الملعب دي مش شغلتي، دي شغله مدير فني. انا بس بطلع بقول وجهه نظر، لكن انا مش محلل اداء عشان اقدر اقول لك التكتيكات اللي هيلعب بيها، الا باذن الله تعالى لو قوينا نفسنا في الحته دي القناه هتفرق كتير باذن الله تعالى. فما تنساش تكتب لي رايك تحت في الكومنتات يا صاحبي. اوعى تنسى انك تكتب رايك ورايك في المباراه في الفيديو وفي التحليل وفي اللي قلته لك، وايه اللي كان ناقص وايه اللي تحب تشوفه مني في الحلقات القادمه. باذن الله تعالى هكون معاكم بكره غدا بعد الماتش. اتمنى باذن الله تعالى التوفيق في الحلقه بتاعت غدا وحلقه اليوم، والتوفيق في المباراه. بس كده يا صديقي العزيز، كان معكم اخوكم محمد ياسر من قناه مدرج الكوره. أرجو الدعاء لإخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية، ولا تنسى الاشتراك في القناة واللايك بتاعك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد. بس كده صديقي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.